أعزائي المشاهدين برحب بكم في الحلقة 68. النهارده هاتكلم معاكم على نتيجة تعليم الكنيسة الأرثوذكسية، فضايح وكل ده بالدليل. بُص كده عايز شاهد معايا في الفيديو دوّة، الفيديو ده بيبين فيه واحد واقف أهوّة اللي هو ده كشاف النور اللي هو المحصّل آسف، واللي واقف ورا على العربية دوّة بيتكلم في التليفون ده أنا، واللي خارج من البيت ده عمي اللي هو كبير في السن، فعمي خارج أهوّة ماسك عكازه وماشي بيه مش قادر يمشي، فجري عليّا وعايز يموّتني. بُص عمّال يضرب إزاي، اتفرّج، 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 كل ده ليه؟ لإني من 4 سنين وأنا باطالب بورق الورث اللي عنده، بتاعي وبتاع 7 ورثة تانيين معايا، إزاي وإزاي أنا باطالب بالكلام ده؟ إزاي أنا باقول له ادّينا ورق الورث اللي من حقنا، سارق ورق الورث، مش بس كده، ده كمان طلع وضربني بالعصاية يوم 25 يناير 2025 وجري على القسم هو وابنه راحوا عمل محضر إن أنا اللي ضربته وتقرير طبي. اتفرّج، بُص كده، اتفرّج، اتفرّج على نتايج تعليم الكنيسة الأرثوذكسية. ابنه ومراته وعياله وبنته وحارمهم وجوز بنته وعم مراته وخاله وخال ولاده اللي هم المفروض شماس في الكنيسة الأرثوذكسية، وابنه اللي بيخدم في مستورد في العذراء. كل ده موافقه على سرقة الورث. ده بيفكّرك بإيه يا عزيزي المشاهد؟ بيفكّرك بالكنيسة الأرثوذكسية اللي سارقة مجد المسيح. آدي نتايج الكنيسة الأرثوذكسية تعليمها، للأسف الشديد. ناس بتطلع تسرق الناس، وناس ويروح مش بس كده ويضرب وعايز يقتل ويروح يقول أنا اللي اتضربت، ويعمل تقرير طبي بالكذب. كل ده ليه؟ علشان أمه الكنيسة الأرثوذكسية الزانية روحيًا علّمتهم كده. سرقت مجد المسيح. خلّت الناس تسجد للإكليروس، للصور، للقديسين، للملايكة، للصليب وتسبّحهم وتمجّدهم وكسروا تاني وصية في الوصايا ال10. هتلاقي بعد كدهوّة الطمع. أغلبية المسيحيين في مصر العائلات الأكثرية منهم للأسف الشديد فيهم نفس الكلام ده. هتلاقي الأخت سارقة إخواتها، هتلاقي الأخ سارق إخواته، هتلاقي العم سارق عيال أخوه، هتلاقي العمة سارقة. ليه يا ست بتسرقي ليه الورث؟ ليه الطمع ده؟ أقول لك ليه الطمع ده يا عزيزي المشاهد؟ افتح كده معايا يا عزيزي المشاهد كده كولوسي 3:5 واسمع بالدليل أهو. فأميتوا أعضاءكم التي على الأرض الزنا، النجاسة، الهوى، الشهوة الرديئة، الطمع الذي هو عبادة الأوثان. كولوسي 3:5. إيه رأي حضرتك؟ شُفت الطمع بييجي منين؟ من عبادة الأوثان، صور المسيح والقديسين والملايكة والصليب. شُفت؟ لمّا تروح تسجد للإكليروس اللي الرب قال للرب إلهك تسجد وإياه تعبد، بتكسر كلام ربنا وبتعلّم الناس إنها تسرق، زي ما أنتِ يا كنيسة أرثوذكسية زانية روحيًا بتسرقوا مجد المسيح. لمّا تشجّع الناس إنها تروح تسجد للإكليروس وللصليب للأوثان اللي عندك، للأسف الشديد بتكسر الكلام ده. اسمع كمان بقى اللي جاية دي. كذلك طريق المرأة الزانية. عمي لمّا راح القسم أنا اتضربت، أنا ضربني، ابن أخويا ضربني. ضربك؟ بتكذب. ما أنت مش بعيد عليك إنك تكذب لأن الكنيسة الأرثوذكسية بتاعتك أمك بتكذب. الكنيسة الأرثوذكسية زانية روحيًا كذابة، فأنت شارب من أمك، وعيالك اللي بيصلّوا فيها شاربين من أمهم. الكنيسة الأرثوذكسية زانية روحيًا، مراتك شاربة، عم مراتك، خال مراتك، خال عيالك آسف، شاربين، كل دول شاربين، شاربين من تعليم الكنيسة الأرثوذكسية اللي بتقول كدهوّة. كذلك طريق المرأة الزانية أكلت ومسحت فمها وقالت ما عملت إثم. تيجي تكلم الكنيسة الأرثوذكسية تقول لها عيب وتوبوا عن الزنا الروحي اللي بتزنوه، وبلاش عبادة أوثان وأصنام، وخلي الأسقف يتجوز زي ما مكتوب في رسالة يوحنا بولس الرسول الأولى إصحاح لأهل تيموثاوس إصحاح 3 و4. ما فيش للأسف الشديد. الكنيسة الأرثوذكسية ودت الناس في داهية. الكنيسة الأرثوذكسية خطر على المجتمع المصري. عايز أقول لحضرتك على حاجة. أغلبية زي ما قلت لك من شوية أغلبية المسيحيين العائلات المسيحيين في مصر
فيهم الكلام ده. زي ما قلت لك، سارقين، بيكذبوا، بينهبوا، بيطمعوا. الأغلبية المسيحيين الأرثوذكس الأكثرية فيهم في مصر. طب ما أنت تطلع طب والمسلمين ما بيعملوا كده؟ لا، المسلمين لما يلاقوا أهل الذمة اللي هم الأمنة بيعملوا كده، وده جاري وأنا بتعلم منه، هيعمل هو كمان كده. فشفتوا أنتوا وصلتوا الناس لإيه يا كنيسة أرثوذكسية؟ كنيسة زانية روحيا، بتعبد أوثان وأصنام، سرقة مجد المسيح، زانية روحيا بعبادتها للصور والتماثيل والإكليروس والخبز والخمر والقديسين والملائكة والصليب. شفتوا وصلتوا لإيه؟ الشعب بتاعكم يروح طالع يسرق والورث، يعمل محاضر بالكذب والغش، يغش، ينشر كذب، ويقول أنا ما عملتش حاجة، ده هم اللي ضربوني، هو ضارب. شفتوا وصلتوا لإيه؟ يجي بعد كده الناس المسلمين يعني يشوفوا دول اللي هم أصحابهم بيكذبوا ويسرقوا وينهبوا وينشروا كلام كذب زي أمهم الكنيسة الأرثوذكسية، ونجحوا، خدوها. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ يبقى هم كمان الأخسرين منه يروحوا عاملين كده. لما يلاقوا أهل الذمة بيعملوا كده هيعملوا كده. عزيزي المشاهد، يا شعب الكنيسة الأرثوذكسية، اسمع كده وحاكم أمك، حاكموا أمكم حاكموها، لأنها ليست امرأة وأنا لست رجلها، لكي تعزل زناها عن وجهها وفسقها من بين ثديها. هوشع 2:2. عزيزي المشاهد، راجع كده الوصايا 10 اللي هي بتقول ما تعملش تمثال ولا صورة، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، اذكر يوم السبت لا تقدسه، لا تسرق، لا تشتهي بيت قريبك، لا تشتهي امرأة قريبك، لا تشتهي ثور قريبك. بص هتلاقي كل ده داخل العائلات الأرثوذكسية، اللي بيبص لمرأة قريبه، اللي بيطمع، اللي بيسرق، اللي بيكذب. عارفين ليه؟ لأن الكنيسة الأرثوذكسية ما علمتهمش بكلمة ربنا، ما فهمتهمش كلمة ربنا، ما خليهمش يتملوا بروح ربنا. فاللي أقدر أقوله لك النهاردة، توبوا يا قادة، يا أرثوذكس، يا أسقف تواضرس، توبوا، روح اتجوز زي ما مكتوب في تيموثاوس الأولى صح 3 و4. الأسقف لازم يكون متجوز، لما كده لو متجوز يبقى مرتد على الإيمان وتبقى روح مضلة. أقدر أقول لك كده هو يا كنيسة أرثوذكسية، ارفضوا العبادة لغير المسيح، عبادة الصور والتماثيل والخبز والخمر والإكليروس. ارجعوا لكلمة ربنا، ارجعوا لوصايا ربنا، علموا الناس من كلمة ربنا، علشان الناس خلاص فسدت وطلعت بتفسد في المجتمع اللي حوالينا، المجتمع اللي احنا فيه. توبوا، توبوا، لأن دي نتائج اهي بتحصل قدام عينيكم، والمحضر موجود ورقمه موجود، والمحامي اللي جه من الكنيسة الأرثوذكسية موجود، اللي بدل ما يجي يعتذر على موكله الأرثوذكسي اللي عمل كده بيبجح زي أمه الكنيسة الأرثوذكسية. أقدر أقول كمان للشعب الكنيسة الأرثوذكسية، حاكموا أمكم، حاكموها، لأنها ليست امرأة وأنا لست رجلها، لكي تعزل زناها عن وجهها وفسقها من بين ثديها. حاكموا أمكم. لما تلاقوها بتعمل غلط وبتعبد حاجات غير ربنا، أوثان وأصنام، حاكموها بكلمة ربنا، قول لها عيب. ما تقعدش تتمايل وتقول لا الكنيسة الأرثوذكسية نمشي وراها. تمشي وراها إزاي؟ اسمع كمان يا عزيزي المشاهد، لكل من لأي مسلم بيشوف الكلام دوت وبيقول انتوا ازاي بتعملوا في بعضكم كده. لا لا لا، ده تعليم الكنيسة الأرثوذكسية. المسيح والإنجيل بريء من السرقة اللي بتتعمل من الشعب الكنيسة الأرثوذكسية، من الطمع، من الكذب اللي يعملوا محضر بالكذب. المسيح والإنجيل بريء من الكلام ده، بريء. وانتوا اوعوا تتبعوا شوفوهم وتعملوا حاجة زيهم. هقدر أقول كمان للناس المؤمنين اللي بيعرجوا بين الفرقتين، اسمع كده رؤيا 18:4، ثم سمعت صوتا آخر من السماء قائلا اخرجوا منها يا شعبي، لئلا تشتركوا في خطاياها ولئلا تأخذوا من ضرباتها. رؤيا 18:4. عزيزي المشاهد، اخرج من وسطها، وكفاية كفاية، لأن ده إنتاج وحش جدا. هقدر أقول لك الحتة الأخيرة، اخرجوا من وسطها يا شعبي ولينجي كل واحد نفسه من حمو غضب الرب. سلام.